وهبي اللي محكوم بأقل من عامين يقدر يشري حبسه بالفلوس. بعد ضجة مباراة المحاماة والتصريحات التي أعقبتها، خرج وزير العدل مرة أخرى عبد اللطيف وهبي بتصريح جديد أثار من خلاله جدلا واسعا. وهبي كشف في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب عن العقوبات البديلة للسجن التي سيتضمنها القانون الجنائي أو قانون مستقل. وبالنسبة للكبار، أفاد وهبي أنه إذا عوقب الشخص بجريمة أقل من 2 سنين يمكن مقابل الدخول السجن أن يؤدي ثمنها للدولة. وأضاف وهبي أن ثمن السجن يتراوح ما بين 100 و2000 درهم كبديل عن قضاء العقوبة السجنية. وفي سياق متصل ذكر الوزير أن وزارته منعت إيداع الطفل الذي يبلغ 15 سنة السجن، واستبدلت ذلك بقيامه بأشغال عامة.